السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان شاء الله فيديو اليوم يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم سندويشات او بانيني بحشوة رائعة سهلة واقتصادية كتوجد بسرعة. بقاو معايا لاخر الفيديو باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. هنا بالنسبة للحشوة، هنا عندي أصابع ديال الدجاج. هنا البنات هادو راه موجودين في المحلات اللي كيبيعوا الكفتة ولا كيبيعوا الدجاج، راه متوفرين هنا بزاف. انا شديتهم هنايا شحرتهم بشوية ديال الزيت، غير شوية البنات باش نقليوهم. من بعد خديت هنايا بطاطا اللي قليتها، عندي ايضا هنايا المايونيز راه فايته محضراه معاكم، وغادي نحتاج ايضا هنايا الفرماج مربع. صافي غناخد هاد القطع ديال الدجاج وغادي نقطعهم على هاد الشكل يكونوا صغار شويه باش يجيونا في الحشوة يجيونا مزيانين. صافي انا غنبقى على هاد الطريقه حتى نكمل. من بعد هنا كناخد هاد العيش وغادي ندير ليه المايونيز على هاد الطريقه. من بعد غادي ندير فوق منه الحشوه. كما كتلاحظوا راه حشوه سهله كتوجد في دقائق بلا مجهود بلا. وهنايا كما لكم الاختيار، تقدروا تعوضوا هاد الاصابع بالدجاج بالكفته بالصدر ديال لاداند او الدجاج، لكم الاختيار. هنا دائما انا كنعطيكم فكره والاختيار تبقى عليكم نتوما. صافي انا غنبقى على هاد الطريقه حتى نكمل هاد الساندويشات ديالي.
وهنا كيكون هذا هو البانيني او ساندويتش اللي حضرت معكم البنات، اللي كيجي البنات اكثر من رائع، خفيف ظريف سهل وسريع في التحضير ديالو بمكونات بسيطه جدا. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، ونتلاقاو في وصفه جديده وفي فيديو جديد ان شاء الله. خليتكم في امان الله وحفظه، والى اللقاء.